النهاردة هنتكلم عن 5 حلول لمشاكل القضاء على دهون البطن. أنا دكتورة ساندي العسال وده ABC. هذا الفيديو برعاية إليت للترجمة، وكالة ترجمة معتمدة بالمملكة. أول حاجة أنواع البطن هي البطن العلوية والبطن السفلية. البطن العلوية بيكون سببها بروز وراثي أو انتفاخات من القولون العصبي أو من أكلات معينة. أما البطن السفلية لو كانت طرية بيكون سببها دهون تحت الجلد، ولو البطن صلبة وهي دي الأخطر وسببها الدهون الحشوية اللي حوالين الأعضاء، ودي اللي بتسبب أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع التاني. ولأن البطن بتحمل على الفقرات القطنية فممكن تسبب ألم أسفل الظهر أو عرق النسا أو خشونة في الفقرات. وعشان نتخلص من البطن السفلية أول حاجة هنقلل مستوى الأنسولين وما نخليهوش يعلى فجأة بأننا ناكل وجبات منتظمة ما تعليش الأنسولين كل 3 ل 4 ساعات. تاني حاجة هنهتم في أكلنا بمصادر المغنيسيوم والبوتاسيوم لأنهم بيقللوا من حساسية الأنسولين. تالت حاجة هنقلل سعراتنا الكلية وخاصة النشويات وتكون نصف كمية النشويات من الحبوب الكاملة. رابع حاجة هنمشي 45 دقيقة يوميا. تمرين شفط البطن الستومك فاكيوم ده نعمله 15 ل 20 ثانية ونكرره 5 مرات في اليوم أو على قد ما نقدر. وما نتخدعش بفكرة أي نظام غذائي لنسف الكرش أو تمارين لنسف الكرش أو كريمات أو مشروبات. الأنظمة الغذائية بتخسس الجسم كله فالبطن بتقل معاه، وتمارين البطن بتقوي عضلات البطن مش بتقضي على دهون البطن. قول لنا في التعليقات ايه اكتر حاجة فادتك في التخلص من دهون البطن.